المتسببة الرئيسية في الموضوع هذه البلوغوز، موضوع هذا البلوغوز والصحفية ألفة رياحي. مساء الخير ألفة. عسلامة. مرحبا بك. رافقوني بطبيعة الحال سفيان بن حميدة وسفيان بن فرحات. مساء الخير. مرحبا بكم. ألفة اللي كانت وراء فضيحة الشيراتون جيت كما تسميت وقتها، قالوا أنها تتعامل مع المخابرات الأجنبية وخاصة المخابرات الإسرائيلية، فقررت رفع شكاية. لخصوا الحكاية في تقرير ملك اليزيد. كر وفر، هذا أقل من نجم نقولوه على لافيغ شيراتون جيت، لافيغ اللي خذت صدى كبير وعملت البوز، سورتو وقت اللي تعلقت الحكاية بوزير الخارجية رفيق عبد السلام. الملف لليوم ما عرفش تطورات كبيرة على مستوى القضاء، وما زلنا نستناو في حيثيات القضية المرفوعة من مدة، واللي عرفت بعض التعطيلات بعد ما تقدم كل من فتحي العيوني وهشام الزوبلي بشكايتين ضد المدونة ألفة الرياحي على خلفية التقرير الاستقصائي اللي نشرته على موقعها الإلكتروني في ديسمبر 2012، واللي اعتبرت من خلاله وزير الخارجية رفيق عبد السلام يقوم بإهدار المال العام. الجديد اليوم واللي رجع القضية للواجهة مش تطورات صلب القضية في حد ذاتها، أما تصريح لحبيب اللوز في برنامج الصراحة راحة، واللي خلى الموضوع يرجع للصفحات الأولى. المرأة هذه كان نشك اللي هي من ذلك الحزب، واعتبرها مخترقة، واعتبرها عندها ارتباطات أخرى من خارج البلاد. ألفة الرياحي. اي نعم. من خارج البلاد. اي نعم. خليني ما نزيدش نتكلم باش ثم ناس تحرض فيها. ياك ذكرت انت بالاسم مش انا. تحرض فيها ضد شكون؟ يعني رفيق عبد السلام الغلطه اللي عملها هو انه دخل الى غزه وتحدى اسرائيل. شنو تو باش ترد لنا اسرائيل تتامر على رفيق عبد السلام؟ ثم انا نصدق هذيك بتاع ألفة الرياحي اكثر من الصدق بتاع اسرائيل. علاش؟ علاش؟ خاطر فهمت كيفاش الكل ما عندهاش باين وما عندهاش حاجات ما طلعش الخدمات، وشنو اللي خسرها ترى؟ شنو هي اسرائيل وألفة الرياحي فاش يحكي؟ سي دو نامبورت كوا، يهز وينفض تو سامبلومون. القضية المازلة. علاش؟ وقلها تلعب على لعبة أخرى خير، تختار حاجة أخرى تنفيها خير لها. كلها زوبعة في فنجان وكا. أما نقول لهم حاجة واحدة، التوانسة الكل اتقوا الله في تونس. بعد الاتهامات هذه جات تور دو غول على ألفة الرياحي، واللي أعلنت في صفحتها الشخصية بالفيسبوك إنها باش ترفع شكاية ضد لحبيب اللوز على خلفية تصريحاته واتهامها بالتخابر مع جهة أجنبية. نرجع لقضية نزول الشيراتون، واللي عرفت تعطيلات الفترة بسبب الحركة القضائية ونقل قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس، واليوم يرجع لسالف نشاطه بنفس المكتب، مع العلم إنه المدونة ألفة الرياحي تم الاستماع لها فقط وما توجه لها حتى اتهام. إذا ألفة عندك تعامل مع المخابرات مستهدفة ومخترقة، وأنت عملت الفوفعة هذه الكل ضد وزير الخارجية على خاطره تحدى إسرائيل ودخل لغزة. كما انا كنت صرحت معناها ديجا اليوم في اكسبريس اف ام، معناها انا تصدمت بصراحه، تصدمت معناها. كلموني برشا ناس نهار السبت في الليل خاطر ما كنتش نتفرج انا في البرنامج، قالوا لي دونك جوني دي ميساج هكا بداو وكل، قالوا لي راهو تفرج في حنبال راهو سي تري غراف. بون ما تصورتش غراف ا سو بوان، رقدت خاطرني تعبه، قمت الصباح نتفرج معناها جي دو معناها تفرجت فيها الفيديو يمكن 10 مرات ومانيش مصدقه، معناها اتهامات خطيره وخطيره جدا. فما ناس ضحكهم الاتهامات هذوما، انا حسيتهم ينجموا يوصلوا حتى يكونوا تحريض على القتل معناها، وهذا هو معناها نص الشكايه اللي تقدمت بها اليوم تمشي في الاطار هذايا. معناها انا نتصور انسان اللي هو قيادي في حزب إسلامي حاكم وفي مجلس تأسيسي يكتب في دستور وشيخ، معناه عنده فما ناس تمن به الشيخ لحبيب اللوز، وشخص اللي معناها أنا كنت عندي احترام ليه هو، معناها أنا السيد لحبيب اللوز والسيد قشور هذوما الزوز اللي كنت نقول هذوما كبار شوية وكل وشدوا حبس ومعناها دوك ناس شخص كيما السيد لحبيب اللوز يقول حاجات كيما هذوك، معناها هي دمغجه، والطريقه اللي قالها بها هي طريقه نتاع دمغجه، معناها توا كنا نعاودوا نتفرجوا فيه، معناها كي يبدا يحكي ادومي مو يقول هكا والله اعلم، ويحكي شطر حكايه وبعد يقول وين ما قلتش وين ما سميتيش، هذوما حاجات مخطره برشا. انا ما نحبش نقارن روحي بشكري بالعيد الله يرحمه، معناها انا ما نجي حتى شيء بارابور شكري، من انا نتفكر اللي ديرنييرمون عاودت فرجت في تصريح كان عطاه السيد لحبيب اللوز على موزايك اف ام
يظهر لي بعد اللي كان صار في سليانه. وكان التصريح هذا معناها يشبه شويه للتصريح، هو ما اتهموش وقتها باسرائيل الكيان الصهيوني اللي انا من با نستعرف به، معناها هو كان جاي اما اتهموا بفرنسا نتفكر وكيف كيف ومؤامره وكل شيء. معناها اولا الشخص هذا ما يعرفنيش شخصيا، معناها حتى من ناحيه الاخلاقيات المنظومه الاخلاقيه ما ندخلوش في المنظومه الاسلاميه اللي هي معناها كبيره وكبيره برشا، معناها باش عبد يوصل يقول كلام هكاك في عبد، وهذه خيانه عظمى. ديجا هو متهمني بالخيانه العظمى، هذه في منظومه قانونيه تنجم تمشي حكومتها حتى الاعدام العقوبه نتاعها. ولكن في منظومه الدينيه هو يتهمني باكثر من الخيانه العظمى. معناها انا توا نبدا نمشي في الشارع يجي انسان متعصب مثلا دينيا يقتلني، معناها خاطر هو غاير على البلاد، فهمت، وعلى خاطر انا عامله صهيونيه. يعني هذه حاجات فما برشا ناس قالوا لي يهمك وشيء يضحك وكل شيء. يهمني سي تري غراف سورتو في السيتواسيون اللي تعيش بها البلاد اليوم. وهذاك علاش انت قررت انك دونك باش ترفع قضيه. قضيه فاش تهمتوا معناها بالتحريض على القتل؟ لا انا معناها مع التهديد، معناها مش تحريض على القتل، فما نص هو مش معناها التحريض معناها هو ديجا نسب لي حاجات غلطه. دونك هذه القضيه شنو وخطيره جدا، وتنجم تؤدي معناها تنجم تكون حتى تحريضيه متاع شخص يكون معناها يحب البلاد والا معناها هذوما حاجات ندخلوا فيهم جراف ياسر. والايحاء بجريمه خاصه انت قلت الايحاء بجريمه على خاطر الخيانه العظمى. التعامل مع معناها استخبارات والا اطراف اجنبيه هو اسمه جوستما هي جريمه، وهو معناه عمل إيحاء بجريمة. هو فرصة ألفة اليوم أنا بالحكاية هذا كان ردك على سلوز، ولكن فرصة زاد أنا نرجع لحكاية الشيراتون جيت لوين وصلت اليوم. ألفة رياحي ما زلت ممنوعة من السفر. أي ما زلت ممنوعة من السفر. وين وصلت القضية بخلاف هذا؟ باهي القضية ديجا أنا نحب وزيد كي نتفرج شوية شفتها في الروبورتاج، فما ناس مش فاهمة الحكاية وهذه معناها عندهم الحق. فما برشا ناس معناها فما محاولة لتقزيم القضية، وهذا جاي معناها في حملة ممنهجة قاعد يقوم فيها السيد الوزير الشؤون الخارجية رفيق بوشليكة، معناها في تقزيم القضية وأعطائها ديمونسيون صغيرة ياسر، وقاعد يعاود في كلمة ويعاود فيها من بلاتو لبلاتو اللي يقول قضية تافهة. أيوه. من الأول بالكل القضية حاولوا يعطيوها معناها منحى أخلاقي باش يبعدوا جوستومون على حكاية الفساد المالي. وأنا كنت معناها دخلت في حرب كبيرة باش نقول للناس راهو الحكاية راهي فساد مالي، راهو المشكلة تتعلق بفلوس وبإهدار مال عام وبحاجات ما أخطر بحكاية الكونت نتاع اللي معناها قبل $1,000,000، وراهو نجموا نمشيو حتى الشبهات نتاع تبييض أموال ومتاع ريترو كوميسيون ولا غيرها. دونك معناها القضيه اكبر برشا من اوتيل وكل شيء، 300,000 وسويت وكذا، حتى على الارقام معناها يعطي في ارقام خاطئه سي رفيق بوشليك. دونك انا بعد تصريحاتي في قناه تلفزيونيه قناه تونسيه يوم 28 ديسمبر النيابه العموميه من تلقاء نفسها شافت لي التصريحات نتاعي والحاجات اللي عطيتهم انا وقتها، معناها المعلومات اللي عطيتهم والوثائق اللي كنت حطيتهم على البلوج نتاعي يوم 26 ديسمبر كانت خطيره. وقررت النيابه العموميه على مقتضى الفصل 31 من مجله الاجراءات الجزائيه وانها تحل تحقيق. التحقيق هذا هو معناها الفصل 31 يخول باش تكون معناها النيابه العموميه هي اللي تثير من تلقاء نفسها كونتر مجهول، تثبت معناها تشوف تسمع الاطراف الكل، ومن بعد كي توصل للحقيقه معناها في بحث على الحقيقه تولي توجه التهم للطرف اللي هي تراه هذيك هو المتهم في الملف. دونك يتحل التحقيق هذا يوم 31 ديسمبر. يوم 4 جانفي السيد رفيق بوشليكة ومعه مجموعة من المحامين يقدموا شكاية ضد. صحيح هو قدم بي شكاية، مش شكاية بركة، هذول زوز ثلاثة، وعملوا لي حتى عملية هرسلة معناها، وصلوا حتى ما يقدموهاش شكاية يحطوا تمبري ويفكسيوها لوسائل الإعلام باش من غدوة تخرج ألايون وباش الناس يظهر لي أنا معناها هكا غلطت وهما به. لم يتم توجيه تهم ضدي، والشكاية هذه تم تضمينها
للملف، وليت ورقة من أوراق الملف ديما في إطار التحقيق اللي محلول عند السيد قاضي التحقيق بالمكتب رقم 12. دونك تم تضمينها كورقة من أوراق الملف. وليك السيد رفيق بوشليك ماهوش هو برك اللي شكي، فما مجموعة ال25 زاد شكيت وتقدم بزوز شكايات. دونك الشكاية الأولى هي ضد السيد رفيق بوشليكة ومن سيكشف عنه البحث، اللي هي تابعة حكاية النزل دونك لوتيل شيراتون، واللي يدور حول استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا حق له فيها. هذه الشكاية الأولى. والشكاية الثانية تخص $1 مليون، واللي هي توجهت ضد السيد رفيق بوشليكة، ضد مدير ديوانه، على خاطر فما مراسلات انا كنت عندي، فما بعضها افصحت بها لوسائل الاعلام، لكن فما بعض اخر ما اعطيتوش. قلت انا قلت لوسائل الاعلام ادليت بما يكفي حسب رايي لفتح تحقيق، وفتح تحقيق كان طلب نتاعي من الاول، والباقي خليته على جنب. قلت هذا نخليه للقضاء. دونك على الاوراق اللي كانوا عندي، دونك الاشكاليه الثانيه اللي تقدموا بها مجموعه ال25 دونك ضد السيد رفيق بوشليكة، ضد مدير ديوانه، ضد السيد كاتب الدوله لدى وزير الماليه السيد سليم بسبيس، وكل من سيكشف عنه البحث. وهذوما الاشكاليه الثانيه تقوم على الفصل انتروتر 56 و 59 مجله المحاسبه العموميه، وتدور حول اختلاس موظف عمومي للمال العام. دونك فما زوز شكايات اللي هما زاد ضمنوا الملف في اطار القضيه التحقيقيه في البحث عن الحقيقه في معناها وليت ورقه من اوراق الملف كما شكايه السيد رفيق بوشليكة وليت ورقه من اوراق الملف. به نتصور وانه تقدم برشا ألفة الملف، تقدم بالكدا الملف، تقدم بالكدا الملف. مش ندخل في التفاصيل، فما تفاصيل ما نجمش ندخل فيهم خاطر ما نحبش سريه التحقيق نقعد نحترمها، رغم الضغط الكبير. يا بوكو بريسيون اللي قاعدين يعملوا فيا عليا باللي كومباني نتاعهم، قاعدين يخرجوا في التلفز ويكذبوا فيا وكل شيء. معناها انا عندي لو كان معناها في الاخر جو مدي كي هما وصلوا هكا حتى القضاء ما احترموهش، انا نجم نخرج للاعلام ونصرح ونعطي معناها التفاصيل نتاع الملف الكل ونخرق سريه التحقيق، ومن بعد ما يصيرش معناها نخلص وما نخلي الشعب يعرف. ولكن ديما يرجع لي شاهد العقل، وانا نقول من الاول انا قلت الملف هذا ينجم يكون فرصه للقضاء التونسي باش يثبت استقلاليته، وانا نكمل رغم الضغط ورغم كل شيء. يوم 29 جانفي صارت كما نقولوا تورنور في الملف اللي هي كانت شنو؟ هو السيد قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 استمع لي انا، استمع السيد وزير الشؤون الخارجيه، واستمع للسيد المدير النزل. أنا كنت نخدم وقتها في تقرير تكميلي للاستنطاق متاعي. الاستنطاق متاعي لا تم لا كشاهدة ولا تم كمتهمة، هو تم على سبيل الاسترشاد نسميوها. يبدأ فما تحقيق على 31 سيد قاضي التحقيق من طبيعي وأنه يعيط لي باش يسمعني يسترشد، هو معناها يحب يفهم شنو الحكاية، ومن بعد نتحول لطرف يعني من في الملف. وهذه حاجه قاعدين ينفيوا فيها الطرف المقابل في وسائل الاعلام. ما فهمتش انا معناها الاستبلاه هذا نتاع الشعب كذب معناها. ساعات نبدا انا اوراق الملف بين يديا ونتفرج فيهم في التلفزه وجلوسين معناها نقول يا اخي اسو بوان الناس هذايا باش نقدموا شويه ألفة، لانه صارت تطورات في موضوع قاضي التحقيق. قاضي التحقيق ساعه جوست فما كاميرا نحب نوريها معناها الورقه باش دونك هذايا الكاميرا عندك هوني. دونك محضر سماع وعندكم لهنا بتاريخ اليوم 15 جانفي وعلى الساعه 3:45 في اطار الكشف عن ظروف وملابسات التصريحات الوارده على لسان مدونه ألفة رياحي الوارده ببرنامج لباس الواقع بثه بتاريخ 29 ديسمبر على قناه التونسيه، وصحه الوثائق المدلي بها من قبلها طبق الفصل 31 من مجله الاجراءات الجزائيه حضرت لدينا. دونك انا حضرت على سبيل الاسترشاد والسماع. كل من يخرج في وسيله اعلام مرئيه ولا مكتوبه ولا غيرها ويقول غير ذلك راهو قاعد يكذب على الشعب. هذا السماع قلناه هات نقدمه، قلنا فما تطور في موضوع القاضي اللي كان مكلف بالقضيه، يظهر لي ترقى ومن بعد رجع يشرف على القضيه. واعطيني شنو جديد اليوم موجود في القضيه بسرعه ألفة لانه ما عادش برشا وقت. باهي داكوغ. السيد قاضي التحقيق بالمكتب رقم 12 يوم 29 جانفي معناها جاتنا صدمه انا والجماعه المجموعه، خاطر هو كان تعامل مع الملف بحياد وبنزاهه وبروفيسيوناليزم كبير، مهنيه كبيره.
29 الصباح نقوموا نلقاو فما حركة جزئية في سلك القضاء اللي هي عادة ما تصيرش بالوقت ذاك، ولو أنه حتى شيء في القانون لا يمنع وأنها تصير وقتها، ولكن جرت العادة وأنها ما تصيرش وقتها. به خرجنا في وسائل الإعلام، أنا ما خرجتش خاطر أنا بعدت من وسائل الإعلام، قلت أنا خلطت التحقيق اللي نحب عليه، توا عندي لجنة دفاع هما رجال قانون يتفضلوا يحكيوا. خرجوا وصارت شوشرة وكل شيء. خرج السيد المحامي فتحي العيوني، ما نعرفش بأين صفة، خاطر هو ما دخلوا حتى شيء في حركة معناها في سلك القضاء، ما دخلوا حتى شيء في القضاء التونسي. خرج في وسائل الإعلام يقول ليه ما تبدلوهش ومش بعدوه على الملف، هو ترقى. احنا لليوم ما نعرفش اسكو ترقى ولا ما ترقاش، اما المذكرة موجودة وهو تم نقلته للتفقدية. معناها ان طون كو متفقد مساعد انسبكتور جينيرال، ويبدا ياخذ لي فونكسيون نتاعو يوم 1 فيفري وقتها، معناها دونك نهارين دون لي ميديا. وبتاعت القضيه من غير قاضي تحقيق. انا شنو عملت؟ انا عندي دوك المعلومات اللي عندي الكل، وبما اني كنت حاسه روحي اللي انا اكثر عبد تندونيك خدمت عليها برشا، اكثر عبد كيلومتريز، معناها كنت دوك حبيت نعطي للسيد قاضي التحقيق تقرير تكميلي ومجموعه من الوثائق المصاحيب ديزانيكس باش نزيد نوريه. معناها دوك تم نهار 31 جانفي، مش باش ندخل في التفاصيل كيفاش وصلت انا صبيته، خاطر هما قالوا لي ليه وسيي بريف حسين وصلت صبيته بالروح بالدم. عطيت تقرير تكميلي. تقرير تكميلي هذا فيه 12 صفحه اللي تراو فيهم لهنا، وفيه مجموعه من المصاحيب. دونك تشوفوا انتم في 3 مجلدات من المصاحيب، معناها يعملوا 595 صفحه. 595 صفحه. اي معناها فيهم هكا 40 سنتي ذوما مديتهم للسيد. شنو نلقاو فيهم جروسو مودو؟ نلقاو فيهم 6 محاور. ما نجمش نحكي على ال6 محاور الكل، ما فما محور ما نجمش نحكي عليه، هو محور مهم جدا، هو المحور السادس واللي هو في جرته معناها تم محاولة منعي من أن ينصب رابور هذا باش نحترم سرية التحقيق مش نحكي عليه، ولكن في 5 محاور اخرين نجم نحكي عليهم بما انه ما في حتى معلومه جات من التحقيق. ما قلنا، ما احنا ما قلنالكش انك تحكي عليه بالتفصيل. المحاور عددهم. لا المحاور الاخرين مش نحكي بهم بالتفصيل. لا عندي المحور السادس ما نجمش نحكي فيه. احكي لنا ليه خاطر هما يلوجوا لي في معناها امويان باش نغلط، دونك انا مش باش نغلط. هذا عطينا اول فتره. دونك عندنا المحور الاول حول اموال المشاركه. عندنا محور الثاني معناها حول التصرف في الهبات الأجنبية. المحور الثالث حول دور مراقب المصاريف العمومية. المحور الرابع حول شركة تونسية للبنك وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. ويعني نحب أن نقول للشعب التونسي كان ما في بالوش اللي الجمهورية التونسية كانت صادقت على هذه لا كونفنسيون دي ناسيونز اوني كونتر لا كوربسيون. احنا دونك تبنيتها تونس عام 2008 ولكن ما تمش معناها تطبيقها. التفعيل الحقيقي نتاعها صار عام 2011 ولكن اليوم التطبيق الفعلي ما صارش. هذه فيها برشا حاجات مهمه جدا. والكونفنسيون هذه تخول لي واني انا اليوم معناها كان مع ثقتي التامه في القضاء التونسي وفي مجرى اللي ماخذته القضيه اليوم قضائيا. معناها انا الكونفنسيون هذه وغيرها من الاتفاقيات اللي مصحتها تونس تخول لي باش انا نقوم بتدويل القضيه على خاطر هذا يدخل معناها سورتو حكايه $1,000,000. ليه؟ دونك عندنا دونك المحور الثالث حول الشركه التونسيه للبنك وقانون مكافحه الارهاب وغسل الاموال. المحور الخامس هو حول فواتير الإقامة في نزل شيراتون. وتنجموا تشوفوا لنزل شيراتون حكاية فارغة بارابور اللي قبل الكل معناها يجي محور أخير. والمحور السادس اللي ما نجمش نحكي عليه. 6 محاور في 600 صفحة تقريبا. يعني عندك عندك دي دوني أخرين، عندك وثائق أخرى 600 صفحة، عندك مؤيدات 600 صفحة. عندي مؤيدات. دونك المؤيدات شنو معنا؟ القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 والمؤرخ في 13 ماي 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون. سيبني من القوانين والفا القوانين متفاهمين. القوانين انت المؤيدات اللي انت جبتها تو سكي لي هذه سي تري امبورطون بور معناها لا كويزيون تاع الدوسي. عندنا قانون الماليه التكميلي لسنه 2012 مهم جدا فيما يخص $1,000,000. عندنا مراسله السيد وزير الخارجيه بتاريخ 21 ديسمبر 2012 اللي مسجله تحت عدد 1664. مراسلات الجانب الصيني اللي
اللي كان شكون هذه بتاع السيد وزير الخارجيه؟ سيد وزير الخارجيه وزير الماليه، واللي انا كنت سربتها للاعلام به. مراسلات الجانب الصيني كانت عندي انا، راهم اللي كتبت على البلوج نتاعي عندي، اما ما خرجتهمش دوك ما ديتهم كيف سيد قاضي التحقيق. محضر جلسه عمل وزاريه بتاريخ 2 جان في 2013. دونك عندنا اوامر اخرين معناها صدروا في الرائد الرسمي. المذكره الصادره عن السيد كاتب الدوله للماليه والمتعلق موضوعها بالمعطيات والبيانات المتعلقه بالقانون الماليه العموميه. تقرير حول مشروع ميزانيه الدوله لسنه 2013. مراسله رئيس ديوان وزير الخارجيه بتاريخ 7 جوان 2012. وثيقه تاكيد التنزيل السويفت نتاع الفيرمون نتاع الترانسفير هذاك نتاع $1,000,000. مراسله السيد وزير الماليه بتاريخ 24 اكتوبر 2012. ليه معناها الفواتير اللي تخص اقامات النزل الشيراتون، امتيازات البطاقه هذيك الاس بي جي كيف الشروط العامه نتاع الامتيازات هذيك، خاطر دخلت على السيت وخذينا معناها اون كارت كيف باش نجموا ندخلوا على القانون لو كونترا وكل شيء باش نشوفوا شنو هو باش يمتاز الامتيازات وكل شيء. وفما حاجات اخرين ما نجمش نقولهم. هذايا عند قاضي التحقيق. سيد قاضي التحقيق بي عنا باش نختموا بالنقطه هذيا والفي اللي مازال فما برشا حاجات نحب نقولهم. وبرشا ناس معناها في تونس قولهم استناو شوفوا القضاء شنو باش يعمل. معناها راهو عبد يخرج للاعلام بشبه مؤكده، شخص كيفي انا لا انتمي لوسيله اعلام، معناها نكتب بطريقه انديبوندونت، جو سوي جورناليست دانفستيغاسيون انديبوندونت، ما ننتميش لحتى حزب معناها فهمت، ما عندي حتى او ان جي ولا بيسونس ورايا، ونخرج معناها باتهامات هكاكا ولا بشبه هكاكا ونطلب فتح تحقيق، راهو مانيش داخله هكاكا معناها بايديا فارغه ونصفق، معناها راهو عندي علاش نشد حتى لتوا صافي 2 موا et demi، معناها فما علاش نشد انا تو سو طون لا، وفما علاش انا اليوم مانيش في الحبس، معناها كان انا جيت بالحق اللي يقولوا فيه هذا في التلافز يفهموني انا شنو قاعده نعمل توا في الطبيعه. والسيد البارح رفيق بوشليكه يخرج في وسيله اعلام يقولوا تو تشوفوا التهم اللي باش تتوجه لها، يا اخي هو يهبط عليه الوحي، شنو معناها تو تشوفوا تهم؟ يا اخي هو يعرف بالمسبقا من القضاء شنو باش يوجه لي تهم، معناها سي واحد يقول عايش في فيلم تاع سيونس فيكسيون، اون بلوس الاخراج نتاعو ياسر كعبلي، ياسر معناها دو تري موفي غو، ميسالش خليو القضاء يخدم. وانا هاني جبت روحي من وسائل الاعلام، خليوها تمشي قضائيا الحكايه، وميسالش راهو مش خاطرو سهر شيخ راشد الغنوش. واضح. واحنا على كل حال متابعين القضيه. ألفة الرياحي جورناليست بلوغوز، شكرا لك على حضورك معنا اليوم في ناس نسمع. يعطيك الصحه. عندك سؤال؟ عندي دو بتيت كيستيون باختصار سفيان، ما عادش وقت. زوز اسئله صغار. الاولى انت هل تحسوا انه ثم حزب ولا دوله ضدك؟ ولا جزء من الدوله ولا مجموعه من الاشخاص؟ شكون؟ معناها حركة النهضة نحس فيها ضدي، ولو أنه نعرف اللي في وسط الحركة فما ناس اللي معناها قاعدين ماخذين الحياد في الويان، أما فما ناس قاعدين يعملوا في ضغط كبير على الآخر معناها. دوزيام كيستيون، لو أنا مش أنا صحافي باش نطلب من الصحفية والمدونة باش نقول لك منين جبت السورس تاعك، مي ثم ريكوبمون بين اللي قلته أنت وبين اللي قالوا السي بي ار. علما انك انت عندك دي سامباتي مع السي بي ار، قلت عندك سامباتي ما ننتمي لحتى حد، هل انت ماكش داخله كيلكو بار في حرب بين السي بي ار والنهضه؟ مانيش داخله في حرب بين السي بي ار والنهضه، وهذيا معناها حركه النهضه تعرفوا، حركه النهضه تعرفوا وتصرح به في الكواليس، وهما تو مشكلتهم الكبيره شنو؟ خاطر انا اون طونك جورناليست دانفستيغاسيون نعرف كيفاش نخدم، معناها حتى المصادر نتاعي وهم ماهمش مصدر برك، برشا مصادر ينتميوا لقطاعات مختلفه، ما ندخلش معهم ان كونتاكت ديريكتومون، ندخل معهم ان كونتاكت بار انترميديير، وهما حاولوا بجميع السبل باش يعرفوا في كل، خاطر شفتوا المحاور معناها، حاولوا باش يعرفوا في كل محور شكون معناها، لكن ما نجموش يتواصلوا، معناها هما يمشيوا مثلا بعض الناس في الاليونس اللي معاهم، يمشيوا المجموعه يقولوا لهم مصادرها امنيه، يمشيوا المجموعه اخرى يقولوا لها مصادرها من داخل حركه النهضه، يخرج السيد حبيب اللوز في وسيله الاعلام يقول مصادرها اجانب وكل شيء. سفيان بن حميد، انا عندي 3 ملاحظات قصار برشا. الملاحظه الاولى هي اشكاليه صحافه الاستقصاء في تونس. هذا نوع جديد ما نعرفوهش، عنده خصائص، من الخصائص نتاعو انه يمشي للحاجات اللي العباد تحب تخبيها، لكن من خصائصه ايضا انه
اذا فقنا بحاجه اللي تثبت عليه حاجه يخلص. الحاجه الثالثه انه الصحافي الاستقصاء يلزم تكون عنده شجاعه كبيره وما يقفش في شر الثنيه. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه هي انه اصل القضيه راهو ماهوش اصل القضيه هي شيراتون جيت. وسي حبيب اللوز وقت اللي يحكي على الاتهامات وكذا معناها شي يقول لنا لانه سي رفيق عبد السلام، انا نقول رفيق عبد السلام تحدى اسرائيل يا اخي غسل حوايجه في شيراتون. المعلومه الاخيره اللي القضيه معناها في القضاء متواصله وسيتقاضي التحقيق اللي هو بيدو رجع معناها بعد ما تسكر البيرو بوردون 12 يوم معناها رجع وباشر هو في نفسه ونقطه استفهام كبيره كيفاش مشي ورجع بمذاكره وبريف حاسيله. انا فرحانه اللي هو رجع انتر بارونتيز. دونك الجمعه اللي فاتت قام بالاستماع على الاقل 3 مسؤولين ماليين واداريين في وزاره الخارجيه معناها وهذه خطوه مهمه جدا في الملف. وان شاء الله نتصور نهار الخميس ولا نهار الجمعه مازلت ما مشيتش خديت الاستدعاء باش يعاود يسمعني وما زلت ما نعرفش اسكو معناها شنو بأنا صفه باش يسمعني ولكن نعرف اليوم باش يعاود يسمعني. نتبعوا الفريحي. شكرا لك على حضورك معنا يعطيك الصحه. ماشيين مع فاصل.